امتى الشخص يقرر، خاصة لحد في سننا، ان هو يسيب المكان ده ويمشي؟ او بمعنى اصح خلاص انت اتأكدت ان وقتك انتهى في المكان ده، وانا تحديدا بتكلم على مكان شغل خاصة الفول تايم جوب. كده في بعض الناس ممكن يبقوا شايفين انه ده مانستريننج او ان انا بنظر عليكي. لا انا بقول وجهة نظري الشخصية، مش بقوم لي عليكي. نادرا 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 ما بقابل حد في جيلنا او في المرحلة السنية بتاعتنا هو اصلا عارف هو عاوز يبقى ايه في الكارير بتاعه. يعني كونسبت الكارير ديزاين ده، او انه البني ادم من بعد اللي هي تصنف الهاي سكول، ايام ما كان بقى امريكان اي جي، ثانويه عامه، ثانويه صناعيه، تجاريه، ايام ما كان المرحله اللي بعد دي اللي هي مرحله التعليم العالي، سواء في جامعه او في معهد او في غيره، الناس بتخشها بالصدفه او بتخشها لتصورات في دماغها. انا بحس ان هي ملهاش علاقه بالواقع. يعني انت ممكن تبقى بتحفظ بيولوجي كويس جدا بس انت مش طبيب شاطر، يعني انت شخص ما عندكش بيشنس او ما عندكش صبر. وقيسي ده على كل المهن. يعني انا مش هقعد اقول كذلك في الهندسه، مش معنى ان انت شاطر في الرياضيات يبقى انت مهندس شاطر. انت ليه ما تخشش علوم ماثيماتكس؟ يعني احنا عندنا لبس او في مفاهيم مغلوطه لها دعوه بدراستك عامه، وبالتالي ده بينقلك للمرحله اللي بعدها اللي هي مرحله الكارير. الناس فجأة بيبقى عندها توقعات بشكل معين. اغلب الناس، انا مش بتكلم على اللي عنده اكسس في النتورك بتاعه سواء من خلال العيله او من خلال حد قريب او صديق بيمتهن نفس المهنه واوريدي قاطع مشوار هيوفر عليه حاجات، بحس انه خلاص هو الشخص اللي بيخرج هو بيشوف ايه المتاح. والله الناس اللي في كليات اعلام بتبقى عندها تخيل انه انا هروح اشتغل في قناة مذيع او هروح اشتغل، مش عارف والله هل الطلبة في المرحلة دي، عشان انا يعني الطلبة اللي في سنة اولى دول اكتشفت دلوقتي ان انا الفرق بقى ما بيني وما بينهم حوالي 9 سنين. ف9 سنين دي اصلا فكرة صادمة. يعني انا ده مسافة طويلة قوي. يعني انا اخويا الصغير في تانية جامعة، فاللي لسه داخل مش عارف هل اصلا بيبقوا لسه عاوزين يبقوا مذيعين او في الحتة دي ولا لا. ولكن برضو مش بتكلم هنا جاست على الاعلام. انت بتلاقي نفسك كمهندس خلاص هتروح تشتغل في سكوب قد كده في الشغلانة بتاعتك. كطبيب هتشتغل مساعد مش عارفة ايه تحت التدريب او في اللي هي الخدمة اللي بيأدوها دي بعد الجامعة على طول. طب ده بقى بيوصلنا للبوينت اللي انتي بتتكلمي فيه، انه امتى الشخص يسيب المكان اللي هو. انا بحس ان دي مرحلة ادفانسد قوي. ان انت بتيجي، انا بلاقي ناس كتيرة جدا في المرحلة دي بيبدأوا بدري، بس لو انت مش بادئ بدري وفريش ولسه طالع فانت بدري عليك قوي ان انت تقول انا هسيب المكان ده عشان الاسباب 1 2 3. انت مش عارف انت عايز ايه. انت خلي بالك انت في اللحظة دي انت بتبقى متخيل ان انت عايز فلوس وعايز خبرة وعايز لايف ستايل وعايز ورك لايف بالانس وعايز نمو مهني او كارير ديفلوبمنت بيحصل. ما هو بناء على ايه؟ انت فين الخبرة اللي عندك اللي بناء عليها تقعد تتشرط او تقول انا عايز اعمل واسوي؟ فانا قبل ما اقول انه امتى تعمل، يعني امتى تنتقل او امتى تجمب من بوزيشن لبوزيشن او من مكان لمكان، انا رأيي ان انت لازم تبدأ بدري حتى لو هتروح تبدأ بالمجان. يعني انت لو رحت خبطت على شركة في سكوب العمل اللي انت عايز لما تتخرج تشتغل فيه، بحس انه والله انا هقول لهم يا جماعة والله انا عايز اشتغل عندكم ببلاش وعايز اجرب الافكار اللي عندي واشوف هل هي اصلا قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ولا لا، ومش هاخد يعني مش هتدوني فلوس، يعني انتوا مش هتخسروا اي حاجة. ساعتها تبدأ تعرف والله هل انت هتحب ده فعلا ولا لا. بحس انه في كتير من الاحيان انت بتبقى متخيل ان السكوب ده هيعجبك. انا واحد من الناس عشان اشتغل او ابقى في المكان اللي انا فيه دلوقتي جربت تقريبا، يعني انا بشتغل في مجال الاعلام، انا تقريبا مفيش مجال او مفيش قسم او دايركشن معين في الاعلام ما اشتغلتش فيه. يعني اشتغلت في التلفزيون، اشتغلت ديجيتال، اشتغلت صحافة عربي وإنجليش، اشتغلت كونتنت، اشتغلت حاجات كتيرة جدا، اشتغلت في الإعلانات، اشتغلت في الفعاليات. كان الهدف من الشغل ده كله ان انا ابقى عارف انا عايز اعمل ايه، لانه طبيعي يعني وما هو غير ده هو استثناء.
طبيعي ان انت مش تبقى عارف انت عايز تعمل ايه. الاول قبل ما اقولك هتنط امتى او امتى تسيب الشغلانه اللي انت فيها، محتاج تجرب عشان اختيارك يكون مبني على قناعه من جواك، يكون مبني على رغبه داخليه حقيقيه مدعمه وساندها فكره انه مهاراتي تتوافق مع ده. بعد كده خلاص انا عارف بقى، فببدا ان انا اشوف طب والله انا ببيلد الكارير، طب انا اولوياتي ايه؟ هل انا اولوياتي فلوس؟ هل انا اولوياتي بابليسيتي؟ واتصالح مع فكره ان انا مش هاخد كل حاجه ساعتها. انا عايز بابليسيتي وعايز حاجه جامده وعايز بروباجندا واخلق لنفسي ان انا شغال مع فلان الفلاني او انا بقيت فلان الفلاني. ما انت ساعتها ممكن ما تاخدش فلوس، يعني ممكن تلاقي المكان ده بيستغل انه انت بتبني الاسم وما بيديكش فلوس كافيه، وبدايتك بدري هتقلل ان انت تكون عرضه لده.